السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتاريخ 7/7/2022 وصلت النجمة التونسية المتألقة أنسة جابر كتابة التاريخ في سجلات الرياضة العالمية والعربية، وذلك بعد أن وصلت إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس. ونجحت أنسة جابر بالوصول للمباراة النهائية، وذلك بعد أن هزمت الألمانية تاتيانا ماريا في مباراة النصف النهائي، وذلك بواقع 6-2 6-3 و6-1. وتألقت أنسة جابر أمام 10,000 متفرج في الملعب الرئيسي بويمبلدون، وذلك كانت مفاجأة البطولة، وتعتبر أول عربية بين الرجال والنساء تصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون، وثاني أفريقية بالتاريخ بعد جنوب أفريقيا اللاعبة ساندرا رينولدز عام 1960. وطبعا هذا الإنجاز تاريخي للعرب ولتونس، وألف مبروك طبعا لتونس والعرب على النجمة التونسية المتألقة أنسة جابر بعد أن وصلت إلى نهائي تنس لبطولة ويمبلدون. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.